هل لو أنا بدأت في شهر 2 هل أقدر أجيب مجموع؟ هل أقدر إن أدخل الكلية اللي أنا بحلم بيها؟ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ لو انت ما تعرفنيش فأنا عبد الرحمن علاء، طالب في كلية الطب الفرقة الأولى، وكنت تالتة ثانوي دفعة 2025. الفيديو ده يعني فيديو كده مميز بالنسبة لي جدا. اتكلم فيه عن موضوع يعني يعتبر من أهم المواضيع في تالتة ثانوي. ولو انت مش في تالتة ثانوي بتتفرج على الفيديو ده فبرضه اتفرج على الفيديو ده لأن هيفيدك حتى لو انت أصغر من تالتة ثانوي. أو المهم خلينا نخش في الموضوع على طول. أنا عايز أتكلم على موضوع مهم جدا، وهو لو انت ما بدأتش في تالتة ثانوي عايز تبدأ دلوقتي تعمل ايه؟ اولا في الفيديو ده انا مش مجهز سكريبت، اعتبرني الكلام ده طالع من اخ ليك، اخ جاي لك وبينصحك في حاجة يعني كان نفسي حد يقولها لي لو انا كنت مكانك. فيا ريت يعني تسمع الفيديو للاخر لان هو فعلا مهم جدا في جميع جوانب حياتك. دلوقتي في اسئلة بتتردد في ذهن الكثيرين، وهي هل لو انا بدأت في شهر 2 هل اقدر اجيب مجموع؟ هل اقدر ان ادخل الكلية اللي انا بحلم بيها؟ هل اقدر احقق حلمي؟ طب لو انا مراكم؟ طب لو انا مذاكر بس نسيت القديم؟ هل لو بدأت دلوقتي اقدر ارجع؟ انا فاقد الشغف. في ناس كتير بدأت من اول السنة، هل اقدر اجيبهم واعديهم كمان؟ جاوب ان شاء الله في الفيديو ده على كل الاسئلة دي. والفيديو ده طالع كامل كده يعني من قلبي كده، يعني الفيديو طالع كأخ ليك وبحاول انصحك. ان شاء الله هنجاوب على كل الاسئلة دي. بس في الأول لازم أقول لك حاجة مهمة جدا قبل ما نبدأ في الفيديو. قبل ما نجاوب على الأسئلة دي هقول لك كل الحل في الآخر، فياريت تكملوا معايا الفيديو الآخر لأن فعلا الموضوع ده هيفرق معاك في جميع جوانب حياتك مش بس في السنة دي. أولا قبل ما أبدأ أجاوب على أي سؤال وقبل ما نعمل أي حاجة أنا عايز أفهمك حاجة مهمة الأول، حاجة مهمة جدا جدا جدا. فاسمع بس وهقول لك الحل في الآخر، بس عشان خاطري اسمع شوية ده هم لأن هم فعلا مهمين جدا جدا. الحتة دي طبعا انت بتفتح فيديوهات من النوع ده فبيقول لك انت هتقدر تجيب تقدر وازاي انا عملتها وكده. هل ده موجود؟ ده موجود، بس اسمعنا عشان خاطر في الحتة دي الاول. طيب هي ايه الحاجة المهمة اللي انت عايز تقولها لي دي؟ ان انت يا ابني لم تخلق في هذه الحياة الا للسعي بس انت لم تخلق الا للسعي بس. يعني انت اتخلقت عشانها السعي والعبادة. انت ما اتخلقتش او ربنا ما قالكش انك تدخل كلية معينة وهي الطب، انك تفكر في المجموع المعين، ما قالش الكلام ده. انك توصل في مكان معين، ما قالش انك تقعد تفكر في الحاجات دي، لكن قالك انك تفكر في السعي. يعني عايزك تسأل نفسك سؤال، هل في حد في منطقتك بدأ في الوقت ده وجاب مجموع دخل كلية طب؟ هل في حد بدأ في الوقت ده وما جابش؟ هل في حد بدأ من أول السنة وما جابش؟ هل في حد بدأ من أول السنة وجاب؟ غالبا هتلاقي فيه وهتلاقي حواليك من النوع ده كتير. كل دول هتلاقيهم موجودين حواليك. طب انت هتقولي يعني ايه قصدك من الموضوع ده؟ قصدي من الموضوع ده هو ان ربنا مقدر لهم الطريق ده، مقدر له. اللي بدأ في شهر 2 ده ربنا مقدر له ان هو يروح في طريق الطب. اللي بدأ في شهر 2 وما جابش ربنا مقدر له ان هو يروح في كلية اللي ربنا اختارها له. وانت مطالب ايا كان الطريق اللي ربنا كتبه لك ان انت تسعى في الطريق ده. طب طالما ربنا مقدر لي طريق من البداية انا لا بسعى؟ انا بسعى عشان ادي سبب لربنا ان يا ربي انا بسعى عشان انا عايز الحاجة دي، فاديله السبب. وافتكر ان دايما الدعاء بيغير الاقدار. يعني انا الحمد لله الموضوع اللي انا بقول لك عليه ده اللي هو السعي، انا الحمد لله ربنا يعني خلاني امشي فيه من غير ما احس. انا ما كانش همي في ثالثه ثانوي كلها غير حاجة واحدة بس، ان انا ابقى النهاردة احسن من امبارح. وكنت كل يوم بسجل انا النهاردة عملت ايه وضيعت وقت في ايه. كان ده بيخليني اعرف انا قصرت في ايه. ما فكرتش في يوم النتيجة، ما فكرتش في يوم في الكلية ما كنتش يعني مع اني في كلية طب وكانت يعني يعتبر من اهدافي يعني، بس ما كنتش بفكر فيها في ثالثه ثانوي. انا كنت اهم حاجة افكر فيها ان اذاكر، ولما اجي في اخر السنة اقول الحمد لله ان انا عملت وما اقولش الحمد لله ان انا ما كنتش عملت. وخلي بالك انا كنت مراكم 4 مواد: ادب، بلاغة، نصوص، جيولوجيا. مراكمهم لحد امتى؟ لحد شهر 4. يعني ما تفكرش ان مثلا انا بقول لك الكلام ده فهو ان انا كنت بادئ من اول السنة وجاي اقول لك كلام. لا، انا كنت مراكم 4 مواد لحد شهر 4 وخلاص. ما عادش على الامتحانات الا يا دوبك شهرين، ما كنتش اعرف عنهم حاجة حرفيا، ما فتحتش الكتاب فيهم. وعايز اقول لك حاجة كمان، انا معايا ناس في الكلية
ما فتحوش الكتاب الا ليله الامتحان في ماده الادب، وربنا وفقهم ودخلهم الكليه. مش هقول لك ان هم راحوا حلوا ولقوا الاسئله اللي هم مذاكرينها عارفينها، لا، كان في اسئله ما هماش عارفينها في الامتحان. يعني لما جه يراجعوا ورقهم لقوا ان في حاجات من اللي هم هابدينها معموله صح. كنت في السنه دي واصل لدرجه من اليقين في الله ان انا خلاص انا عملت اللي عليا، ما فيش حاجه تانية. انا يوم النتيجه اصلا ما كانش فارق معايا النتيجه. انا كنت نايم اصلا ووالدتي هي اللي قالت لي ده نتيجتك طلعت، فما كانش فارق معايا في يوم النتيجه ده خالص غير حاجه بس، هي فرحه امي. فانا عايز همك في السنه دي كلها ان هو يبقى السعي بس، وتحتسب ان كل كلمه بتذاكرها وكل حاجه انت بتعملها في السنه دي هو علم ينتفع به. ادعي ان ربنا يوفقك في الحاجه اللي انت عايزها، ايا كان كليه طب، كليه هندسه، في ايا كان انت شعبة ده يكون يعني سبب ان ده يبقى ان انت عايز تفرح امك وابوك، فان ده يكون سبب في ان انت تفرحهم فهتاخد حسنات على ده. ما بقولكش انت لو مش عايز كليه طب ومش عايز هندسه ومش عايز الكلام ده ما حدش ليه رأي عليك، لا امك ولا ابوك ولا اي حد، مستقبلك انت. فاحنا بس بنتكلم في الشائع دلوقتي، في الناس اللي عايزه تخش طب. لو انت مش عايز ما خليش حد يوهمك ان الطب ده حاجه، يعني انت ممكن تعمل حاجات اكتر من كده بكتير. انت لو دخلت الطب وانت مش حابه، او دخلت هندسه وانت مش حاببها، دخلت اي كليه عموما انت مش حاببها، طب مش هتمشي فيها خالص. خلي عندك يقين في الله غير طبيعي. طيب خلاص، انا خلصت الجزء المهم جدا في الفيديو اللي انا عايز اقوله لك. تعالى بقى اديك الحلول. اول حاجه، انت لسه ما بداتش السنه خالص، فانت عندك فرصه انك تجيب باذن الله. وشوف في محيطك هتلاقي ناس بداوا في نفس الوقت وجابوا. وانت لو لاحظت في ال7 فيديوهات اللي انا نزلتهم تقريبا ان انا بقول يعني مثلا النصايح اللي بقولها نصايح تساعدك ان ربنا يوفقك، مش نصايح تخليك تحل او خليك مثلا، لان انت لو كنت عبقري يعني عبقري زمانك كده انت عمرك ما هتعرف تحل في الامتحان من غير توفيق ربنا. طيب اول حاجه لازم تعملها هي علاقتك بربنا، وان يبقى عندك يقين تام في الله ان ربنا هيوفقك. ربنا بيقول انا عند ظن عبدي بي، برك بامك وابوك. يعني دي اسال اي حد كده جاب مجموع في الثانويه ايه علاقته بامه وابوه، هتلاقيه كان بيطيعهم. طيب خلاص احنا خلصنا الجزء الديني، نيجي لتاني حاجه، انك تسيب التليفون. التليفون ده دمار حرفي، لازم تسيب التليفون. انت لو قعدت تقنعني من هنا لحد اخر يوم في حياتي ان التليفون ده انت محتاجه في الثانويه مش هصدقك. انت يعني انا عن نفسي سبت التليفون في شهر 10، نقلت كل حاجتي على تليفون والدتي، الواتس بتاع الجروبات بتاع المدرسين نقلتهم على تليفون والدتي، حتى التليجرام بتاعي نقلته على تليفون والدتي، ولو كان في منصه او اي حاجه نقلته على اللابتوب هنا. لو ما عندكش لابتوب ما فيش مشكله، انقل كل حاجه على تليفون والدتك، واكيد هم مش هيعترضوا على حاجه زي دي لان ده مستقبلك، هم عايزينك تبقى حاجه كبيره. ولو بتتفرج على فيديو يعني مثلا نصايح زي ده، ف يعني ما تقعدش تتفرج على فيديو زي ده مثلا وتخش وتنط على الفيديو اللي بعده ومن فيديو لفيديو، انت كده عمرك ما هتعرف تعمل اي حاجه. انك تتفرج على فيديو نصايح، يعني مثلا تتفرج على الفيديو ده وروح طبق، ما التطبيق اللي انت طبقته ده ما جاش معاك ومش مناسب معاك، تتفرج على فيديو تاني وطبق. ما تقعدش تنط من فيديو لفيديو وهكذا، لانك انت كده مش هتعمل حاجه. انت بتشوف كذا طريقه مختلفه وعمال ما بتجربش، فلازم انت تجرب وتشوف هل الطريقه دي نافعه عليك ولا لا. بس مش عايز اضحك عليك لو انت لسه ما بداتش خالص ان انت هتبذل نفس المجهود اللي بذله اللي بدأ من اول السنه. انت هتبذل مجهود زياده عنه شويه، يعني لازم تيجي على نفسك شويه في المجهود. بس انا عايز اقول لك ان 80% من الطلاب اللي بدأوا من اول السنه وما بيراجعوش اللي هم خدوه من اول السنه، 70% 80% منهم تقريبا ناسي كل اللي خدوا من اول السنه. ويا ريت لو حد كده يطمن زمايله في الكومنتات، لان فعلا الموضوع ده يعني ممكن يفرق في نفسيه الواحد في الوقت زي ده او في وقت زميلك، وانت هتؤجر على كده باذن الله. نيجي لثالث حاجه، انك تبدا بالجديد، تهتم جدا جدا بالجديد، واوعى تسيب الجديد من ايدك. اوعى الجديد يفلت من ايدك، لان الجديد لو فلت من ايدك مع المتراكم انت خلاص كده يعني ما عنديش حاجه اقولها لك. فطبعا انت ما تقعدش تشتت نفسك بعد الفيديو ده زي ما انا قلت لك قبل كده، وتسيب التليفون وتركز جدا، تهتم بمستقبلك شويه، لان ده فعلا هيفرق معاك. وهتعرف فعلا لما ان شاء الله ربنا يكرمك ويوفقك ويدخلك الكليه اللي انت بتحلم بيها، هتعرف فعلا ان ايه اهميه المجهود اللي انت بذلته ايه، وان مش اي حاجه بتيجي بالساهل كده. هتعرف قيمه الحاجات دي فعلا. نيجي للمتراكم. المتراكم هتقسمه على الايام، يعني شوف المراجعه بتاعتك هتبدا امتى وقسم عليها المتراكم، ماشي، قبل المراجعه، وتجيب كل يوم جزء متراكم، الجزء الجديد الاول بعدين جزء المتراكم، الجزء الجديد بعدين جزء المتراكم. بالنسبه للمذاكره بقى، طريقه المذاكره ازاي؟ هتذاكر 30-20% مذاكره و70-80% حل.
يعني هتقسمها كده، بس يبقى اولوياتك هي انك تحل. بس طبعا عشان تحل لازم تذاكر. وبالنسبه بقى لو انت بتاخد منصه، فمشكله بتوع المنصه ان انت مثلا بتسمع الفيديو. كنت بستغرب مثلا من زمايلي اللي كانوا في المنصه بيسمعوا الفيديو وبعدين يخشوا على فيديو الحل يسمعوه. لا ده غلط خالص. انت تسمع الفيديو تثبت اللي انت سمعته بانك تذاكر، وبعدين تبدا تحل بنفسك، بعدين تراجع فيديو الحل تشوف ايه اخطائك، ايه الحاجه اللي انت ما فهمتهاش بطريقه مظبوطه، وهكذا. ما تقعدش بقى تسمع تنط من فيديو لفيديو. انت كده خلاص فين الاكتيفيتي بتاعك، فين الاكتيف اللي انت بتعمله مع الاستاذ وهو بيشرح لك. لازم وانت بتسمع الشرح تكتب الملاحظات اللي بيقولها، تذاكر، تقرا انت، تكتب، تشرح الدرس بطريقتك، وهكذا. ما ينفعش انت تفضل قاعد مجرد مستمع سلبي وخلاص كده. طيب وانت بتحل في اسئله هتغلط فيها في كل ماده، هتجيب كراسه مخصصه لكل ماده تجمع فيها كل الاسئله اللي انت غلطت فيها، او هتجيب هايلايتر ماشي وتعلم على الاسئله اللي انت غلطت فيها بلون، عشان لما ترجع الاسئله دي وتراجعها عمرك ما هتغلط فيها تاني. وده من اكتر الحاجات اللي فادتني جدا ليله الامتحان، لان انا كنت ليله الامتحان في بتاعه الفيزياء راجعت كل الاسئله اللي انا غلطان فيها ولقيت معظمها في الامتحان. طب يومي يبدا امتى؟ يومك يبدا يا باشا من بعد الفجر. ما تقوليش انا شخص ليلي، لا انا وشغل الخفافيش ده الكلام ده ما يمشيش. اثبت علميا ان الانزيمات اللي بتساعدك على النشاط والفوقان هي بعد الفجر. لو انت ما مش متعود على الفجر الموضوع مش هيبقى سهل معاك، انا عارف. تعاني اسبوع كده، بس بعد الاسبوع ده ان شاء الله اضمن لك ان انت تبقى يعني متعود على الموضوع وهتبقى حابه كمان. يا ريت يا سلام بقى لو انت تقدر تصحى قبل الفجر بشويه تصلي فيها قيام ليل، يبقى انت كده ما شاء الله خدت بركه يوم غير طبيعي. طيب من الحاجات بقى اللي بيجي عليها الناس في الفتره دي هي النوم، ودي يعني حاجه غلط جدا. انا عارف انك بتسمع فيديوهات، ده انا كنت بنام ساعتين 3 ساعات في اليوم، الكلام ده يعني معظمه صح. هو ما بيش عارف ينام من كتر التوتر اللي هو فيه، مش عارف اصلا ينام من كتر التوتر، فهو غصب عنه بيفضل صاحي فبيذاكر. لكن انت اصلا مش عارف تصحى، مش عارف تركز عشان انت مش نايم، فده حاجه وحشه جدا. فلازم تهتم جدا بالنوم على الاقل 6 ساعات يوميا، يعني لو بالميت خالص 4 ساعات ونص، ما ينفعش تقل عن كده. انا لما كنت في ثالثه ثانوي اول ما وصلنا المراجعه النهائيه في استاذ ادانا ان انتوا ما ينفعش تناموا اقل من 4 ساعات، اكتر من 4 ساعات. فبالتالي فانا عايز اجرب، فاشوف بقى 4 ساعات ده ماشي معايا ولا لا. قعدت اسبوع كامل عمال بلخبط في المذاكره والدروس وكله، مش عارف اجمع معلوماتي. الاسبوع ده كان بايظ معايا خالص لان انا مش واخد كفايتي من النوم، مش عارف اركز وهكذا، مع اني ما كنتش مراكم يعني ولا كنت اعمل اي حاجه من الحاجات دي غير الاربع مواد اللي انا قلت لكم عليهم في اول الفيديو. نيجي بقى الحاجه المهمه برضو جدا، انك ما تقارنش نفسك بحد. ما تقارنش نفسك بحد بدأ من اول السنه، ده بدأ وحل 50 كتاب، انت ممكن تبدأ وتحل نص الكتب عادي. يعني انا مثلا في امتحان الاحياء ما حلتش الا كتاب الامتحان، ورحت امتحان الحمد لله جبت 57. فما تقارنش نفسك بحد. في ناس كانوا حالين في احياء وقتها بالخمس كتب وانا عادي يعني. انت اهم حاجه انك بتجمع الافكار، لان كل الكتب متمحوره حول فكره واحده. في كتاب افكاره عاليه قوي، في كتاب افكاره قليله قوي. ما تقعدش تشغل نفسك باللي حواليك لان كده ده هيأخرك. وما تقللش من نفسك، اياك ثم تقلل من نفسك، لان انت كده بتقنع عقلك ان انت قليل واللي حواليك اكتر منك، فبالتالي انت هتقل ومستواك هيقل وكل حاجه فيك هتقل ومش هتبقى اصلا عارف. كل ما تيجي تذاكر عقلك بيقول لك لا مش زي الناس التانية عشان تفهم زيهم وعشان عقلك يبقى عالي زيهم، لا مش كده. فما تسمعش لحد ان هو يقلل منك، وما تسمعش لنفسك انك تقلل من نفسك. ولو انت مثلا حطيت المتراكم وبعدين حطيت الجديد وكتبت تاسكاتك وبدات مذاكره وعملت فعلا ذاكرت فعلا في اليوم من غير ما تضيع وقتك، ولقيت ان انت ما عرفتش تحصل المطلوب منك، عادي قلل الجزء المتراكم مثلا انت هتذاكره في اليوم وقلل، بس ما تقللش الجديد طبعا لان الجديد بيبقى متحتم عليك تذاكره في نفس اليوم. قلل الجزء المتراكم وحاول تاني يوم ما جاش افضل قلل لحد ما تعرف تجيب عشان تحسب الانجاز. بقرر عليك ان يومك يبدا بعد الفجر او وقت الفجر. عندك والله انا كان عندي زمايل ما كانوش يعرفوا حاجه لحد المراجعه النهائيه تقريبا، بس ما كانوش بيسيبوا ولا فرض، كانوا مهتمين بعلاقتهم بربنا وجابوا دخلوا صيدله واللي دخل اسنان. فاهتم جدا بالجزء الديني في السنه دي. ما بقولكش انك تسيبه بعد السنه، لكن بقول لك اهتم بيها وما تسيب وكمل عليه، لان ده فعلا اللي هيديك بالراحه وهيديك بالاحساس بالطمانينه، يديك شعور ان انت تقدر وتعرف تكمل. طيب خلاص احنا بدانا الفجر ذاكرنا، ممكن تاخد قيلوله بعد الظهر. احنا لو قعدنا نتكلم عن كل ماده فالموضوع يطول مننا في الفيديو وانت هتزهق. فلو انتوا عايزين في المواد شوفوا اكتبوا لي المواد في الكومنتات اللي انتوا عايزينها، وانا ان شاء الله اعمل عن كل ماده مفصله كده فيديو. وبرده لو حد عنده سؤال هسيب لكم رابط الانستا بتاعي تحت في الوصف. فتحت صفحه جديده للقناه مخصوص، فيا ريت تعملوا فولو، مش هتلاقوا عليها متابعين يعني، تعملوا فولو. لو عندكم اي سؤال هجاوب عليكم كلكم ان شاء الله. وخلاص احنا وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا. يا رب يا ريت يعني الفيديو ده طالع كده من قلبي فعلا كأخ ليكم. كان نفسي حد يقول الكلام ده لما كنت مكانكم، واديني بقوله لكم اهو. يا ريت يكون الفيديو فاتكم. لو عندكم اي سؤال ممكن تكتبوا لي في الكومنتات، ويا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناه لان فعلا اشتراككم ده بيدعمني جدا وبيخليني ان انا اقدر اكمل.
وفي الوقت ده ابذل كل مجهودك، ابذل كل اللي تقدر عليه. يعني احفظ، افهم، حل، اعمل كل حاجة انت تقدر عليها، بس بالعقل برضه. يعني ما تدوسش جامد، لان ده هيخليك ما تقدرش تكمل. خلي حاجة متوازنة. خد لك اجازة في اخر الاسبوع لو انت خلصت كل اللي عليك في الاسبوع. يعني باختصار امشي بمبدأ المكافأة والعقاب، اللي هو انت مثلا خلصت اللي عليك هتكافئ نفسك، ما خلصتش اللي عليك فهتعاقب نفسك. متركزش على نتائج، متركزش على حد حواليك، ركز على نفسك بس، ركز في السعي بتاعك بس، تصدق نفسك، ما تقللش من نفسك، اعمل اللي عليك في السنة، وافتكر ان كل انسان خلق لما هو مقدر له. وفي الاخر نختم بقوله تعالى: وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. فبس ده كان ختام القناة. السلام عليكم ورحمة الله.